السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستعدادات لاستضافة كأس أفريقيا 2025، كشفت مصادر إعلامية أن الملعب الأولمبي بمدينة الرباط سيفتتح رسميا يوم 25 مايو المقبل، وذلك تزامنا مع احتضان العاصمة المغربية ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، أحد أبرز محطات الدور الماسي العالمي. الملعب الأولمبي الجديد سيكون له دور خاص ومميز ضمن الحدث القاري، حيث سيخصص لاحتضان مباريات المجموعة التي تضم المنتخب التونسي. وحسب المعطيات الواردة، فإن أشغال التشييد والتأهيل داخل هذا الملعب تسير بوتيرة استثنائية ومضاعفة مقارنة بباقي الملاعب المعنية ببطولة الكان. فقد تم الانتهاء بالفعل من فرش العشب الطبيعي وتثبيت المقاعد، إلى جانب تركيب كاميرات المراقبة والتصوير، فيما لم يتبقى سوى اللمسات النهائية التي يمكن التحكم بها في وقت وجيز.